والرحمه من البيت انا بجد من ساعه ما مشيت لا عارفه اكل ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه وانا شايفاك عادي. هي امك ولا امي؟ أم. طيب حرام عليك يا عبدو، معلش عشان خاطري، صدقني والله العظيم ربنا كان بيكرمك علشان. وعلى فكرة جنتك انت تحت رجل امك، والجنة تحت اقدام الامهات. عارف يا هدير، عارف، أما أنا عايز حد يشيلها معايا، كفاية إن أنت بص شايلاها. ما تشغلش بالك باخوك، ما تشغلش بالك باخوك خالص. ما تقعدش تقول اشمعنى انا اللي بصرف عليها وبجيب لها علاجها وبعمل وبسوي واخويا ما بيعملش وما بيسويش. ما تشغلش بالك باخوك خالص، ربنا والله العظيم هيكرمك ويفتح لك باب الرزق من اوسع الابواب، واللي ما تتخيلوش كله ربنا هيرزقك بيه عشان خاطر انت شايل امك. وربنا هيكبر بخاطرك اكتر واكتر واكتر عشان احنا على قد حالنا، وربنا بيقدرك وبتقدر تجيب علاج امك. انا عارفه ان اخوك مبسوط ومعاه بس ما بيصرفش جنيه على امك، بس انت ما تبصش لاخوك. انا قلقانه على امك صدقني، انا ما اعرفش هي ظروفها عامل ازاي، بتاخد علاجها في ميعاده ولا لا؟ لو عايزه تخش الحمام مرات اخوك هتتقرف تدخلها. خلاص يا هدير، أنا هروح أجيبها من عند أخويا النهاردة. انا والله حزينه من غيرها، انا قلقانه عليها صدقني. حاضر. ربنا يهديك. انا عارفه ان انت كويس وحنين، بس معلش ظروفك وحشه هتتعدل، وربنا هيرزقك اضعاف اضعاف. ما تعيطش، انت بتعيط ليه؟ انا بس بفوقك والله. معلش حاضر يا معلش، هدير. انت جدع وربنا يرزقك ويرضيك ويفرح قلبك. خلاص انا هعين الاكل ده، اما تروح تجيب امك وتيجي نبقى نسخنه وناكل تاني، يلا اتفقنا؟ ماشي يا حبيبي، ماشي. يلا هرد على التليفون، يلا ماشي يا هدير. وانت روح. ماشي.